السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. في لا فيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله درت لكم هاد لا طارت ولا الكيكه اللي هي بدون جينواز، يعني راح تسهل عليكم العمليه بزاف بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش يديروا لا جينواز ولا ما تصلح لهمش. يعني درتها لكم بطريقه مبسطه مستحيل ما تنجح لكمش، اون بليس راح تجيب بزاف بنينه هاد لا طارت. انا درتها لتلاميذي تاع 5 ماني، الحمد لله فرحونا وباعلى المعدلات وفرحوا الوالدين تاعهم. ان شاء الله يا ربي نشوفكم من نجاح لنجاح ونشوفكم في اعلى المراتب يا رب. قولوا امين. ونبداو في الوصفه تاعنا. في البدايه هنا جبت الغيسيبيون تاعي، درت فيه 2 حبات تاع البيض بدرجه حراره الغرفه، ضفت عليهم رشه تاع ملح ودرت عليهم لاغوم تاع القرص. انا راح ندير هذه الكيكه بذوق تاع الليمون. اما بالنسبه لكم نتوما ماشي شرط تقيدوا بالذوق اللي درتو انايا، تقدروا ديروا اي ذوق تحبوه. ضيف على البيضه تاعي كاس تاع سكر، نبقى نفرغ فيه تدريجيا ونطلع. يعني هذه الخطوة ضرورية، تبقاو تضيفوا تدريجيا في السكر تاعكم وتطلعوا بالباتور حتى تحصلوا على خليط يكون ابيض، يعني يذوب لكم هذاك السكر تماما. دوك تشوفوا كيفاش يولي. فوالا هنا بعد ما طلعت البيض تاعي ومع السكر مليح وتبلونشا لي الخليط كيما راكم تشوفوا، يعني تبقاو تخلطوا مليح حتى يتبلونشا الخليط ويذوب كامل هذاك السكر. ضفت عليهم كاس تاع الزيت كيما راكم تشوفوا، نضيفوه تدريجيا، يعني لازم تضيفوا الزيت تاعكم تدريجيا وبقاو خلطوا كيما راه موضح امامكم في لا فيديو. على بالي هاد الكيكه ماشي كامل وقتها، كامل راكم لاتين يعني بالتحضيرات تاع العيد الميناجيتو، مي والله ما قعدت لها كامل باش ندير المونتاج تاع لا فيديو. كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما خلطت مليح هذاك الزيت مع باقي المكونات، ضفت عليهم ملعقه تاع عصير الليمون. كيف خطوة اختيارية، تقدروا تضيفوا هذاك العصير تاع الليمون كيما تقدروا تستغناو عليه. انا من درتها بذوق الليمون حبيت يعني يكون الذوق تاعها بغي تاع الليمون، وضفت عليها كاس تاع حليب ثاني نفرغه تدريجيا ونبقى نخلط. يعني نعاود المكونات تاعي: 2 حبات تاع البيض، رشه تاع ملح، لاغوم تاع الليمون، ملعقه تاع عصير الليمون، كاس تاع السكر، كاس تاع الحليب، وكاس تاع الزيت. نفرغ كلش تدريجيا ونبقى نخلط. وبعد ما خلطت الحليب مع باقي المكونات مليح بديت نضيف عليهم لا فارين. جبت الصفايه تاعي، مع العلم كنت الفرينه مغربلتها من قبل، راح نغربلها المره الثانيه. حطيت كاس تاع الفرينه نفسه اللي كيلت به الحليب والزيت والسكر، وضفت عليه كيس تاع خميره الحلويات وزن 10 غرام. نخلط مليح بالباتور. يعني كخطوة أولى حطيت كاس تاع الفرينة مع كيس تاع خميرة الحلويات، نخلطهم ونعاود نضيف عليهم كاس تاع الفرينة. يعني مبدئيا راح تضيفوا 2 كيسان تاع الفرينة، ومن بعد تشوفوا الخليط تاعكم اسكو تزيدوا ولا لا سا ديبون الفرينة اللي استعملتوها. هنا بعد ما ضفت 2 كيسان تاع الفرينة وخلطتهم مليح، لقيت الخليط تاعي مازال شويه سائل، ضفت عليه مغرفه تاع الفرينة وخلاص. هذا هو القوام اللي نحوس عليه كيما راه موضح امامكم في لا فيديو. نتوما الا كانت الفرينة تاعكم ما تشربش تقدروا تضيفوا حتى 2 كيسان وربع تاع الفرينة. انا درت 2 كيسان ومغرف تاع الفرينة فقط. كيما راكم تشوفوا هنايا فرغت الخليط تاعي، هذا هو القوام. كي تتحصلوا عليه حبسوا، ما تزيدوش تضيفوا الفرينة. جبت البلاطو تاعي بعد ما كنت حطيت عليه بابي كويسون وفرشت هذاك الخليط تاعي بهذه الطريقه. سخنت الفرن تاعي مسبقا على اعلى درجه، بعد ما سخن نقصت عليه النار، يعني خليته على نار متوسطه، وحطيت البلاطو تاعي. بعد ما نشف الخليط يعني نتستيه بكوردون، كي ينشف نشعل عليه من الفوق حتى يتحمر ونطفي عليه.
فوالا هنا بعد ما طابت جبت بابي كويسون نحطه من الفوق ونقلب بهذه الطريقة. هنا كيما راكم تشوفوا الكوشة تاعي ما طيبش يعني كامل كيف جهة تتحمر وجهة تبقى بيضة. لو كان نخلي هذيك الجهة البيضة تزيد تتحمر راح تتحرق لي هذيك الجهة اللي تحمر. على هذيك ما زدتش حمرتها يعني من كامل الجوانب. وعلى بالي باللي بزاف راهم يعانوا من هذا المشكل. ليسونسيال هذاك الخليط اللي درتو تاع 2 حبات بيض يعني عاودت درتو بوغ لا دوزيام فوا هكا باش نتحصل على 3 طبقات. يعني الخليط اللي درتو مع الاول تاع 2 حبات تاع البيض مين يطيب راح نعاودو بنفس الطريقه للمره الثانيه. وهنا درت 2 كيسان تاع الكريم شانتي طلعتهم بالماء البارد. كاين اللي يحب يطلعهم بالحليب البارد كل واحد كيفاه. انا صراحه نحبهم بالماء. وبقاو طلعوا في الكريم شانتي تاعكم يعني طولوا نتوما طلعوا فيها ماشي غير تشوفوها طلعت تحبسوا يعني قد ما تبقاو تطلعوا فيها راح تزيد تضاعف يتضاعف الحجم تاعها. هنايا جبت السرسو اللي كنت قطعت به حطيت الطبقه الاولى كنت خدمت سيرو من قبل شربت الكيكه تاعي ونحط الكريم شانتي بهذه الطريقه. هنا بالنسبة للكمية اللي درتها تاع كريم شانتي 2 كيسان يعني كفاوني تقريبا قد بقات منهم غير شوية. يعني بالنسبة لي يستخدموا هذا السرسو اللي درتو انايا راح يكفيكم 2 كيسان. هنا هاد لي مورسو اللي بقاو لي راح نديرهم كطبقة ثانية يعني في النص ماهيش راح تبان. نحاول يعني نشكلها طبقة كيما راه موضح امامكم في لا فيديو ونزيد نشربها بالسيرو ونحط عليها كريم شانتي بنفس الطريقة اللي درتها مع الاول. هنا بلا كوبات نحاول نسوي لها الوجه تاعها. هنا ما يهمش لانه مازال راح نزيد نحط عليها الطبقه الاخيره ما يهمش الشكل كيفاش تكون. وعاود حطيت الطبقه الاخيره شربتها بالسيرو وحطيت عليها لا كريم شانتي. هنا بالنسبه لا كريم شانتي نحاول نعدلها شويه يعني ماشي كيما كي درناها في النص. هنا نحاول نسقملها الوجه تاعها. كيف بقيت نليسي فيها بلا كوبات باش نتحصل على وجه يكون مليح. هاد لا كريم شانتي اللي استعملتها ما عجبتنيش نهائيا خاطر بعد ما تليسيها دير واحد الحبيبات يعني ما تتليساش بيان كامل. سي بور صا راح نغطيها كامل. نتوما استعملوا كميه قليله وشوفوا اذا كانت النوعيه مليحه ولا لا سينو استعملوا النوعيه اللي مالفين بها تخدموا بها يعني وتكون مليحه. هنا حاولت ليسيها شويه وما يهمنيش انا بزاف انها تتليسا بيان بيسك راح نغطيها كامل راح نديرها دي غوزاس وراح نغطيها كامل. هنا بعد ما كملت درت لها لا كريم شانتي في الجوانب وكنت حطيتها في الكونجيلاتور بردت شويه ومن بعد جبت البوش تاعي عمرته بالكريم شانتي اللي بقات لي ودرت بها هذا الغوزاس بهذه الطريقه. ومن بعد في الجوانب ثاني غطيتها درت لها دي غوزاس ثاني بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. كيما تقدروا ما ديروش هذوك لي غوزاس ديروا سوا كاوكاو ايفيلي ولا هذوك لي شوت تاع الكيكه اللي بقاو يعني آه، ترحيوهم وتغطيو بهم لي كوتي وكل واحد يدير واش يحب. هنا ننتقلوا للطبقه الاخيره اللي راح نديرها فوق الكيكه تاعي. بعد ما درت لها هذوك لي غوزاس حطيتها في المجمد وفوت ديريكتومون للطبقه الاخيره اللي هي عباره على سوبر كريم بذوق الليمون. درت فيها نص كاس تاع الماء اقل من نص كاس بشويه تاع عصير الليمون نص كاس تاع سكر حبيبات ضفت عليهم لاهم تاع الليمون ضفت عليهم غرفه كبيره تاع مايزينا وشويه برك تاع ملون اصفر يعني قرصه تاع ملون اصفر ويعطيكم هذا النتيجه يعني تحطوهم على نار متوسطه وتبقاو تحركوا. وهذه هي النتيجه امامكم كما راكم تشوفوا الخليط راه يجي سائل شويه وكل ما يبرد راح يزيد يعقد. نتوما ما تطبقوش الخليط وهو سخون راح يذوب لكم كامل هذيك الكريم خلطت الخدمه تاعكم الوغ كي يدفى الخليط برك يعني ما تخلوش حتى يبرد لانه راح يعقد يدفى وطبقوه على الكيكه تاعكم بهذه الطريقه كما راه موضح امامكم في لا فيديو.
حطيت الكيكه تاعي في المجمد، بردت لي شويه هذيك الطبقه الفوقانيه وكتبت عليها من الفوق يعني الف مبروك النجاح. ما كانش عندي شيكولا البيضاء، الوغ درت كلاصاج تاع السكر عادي، تاع سكر غلاس، وكتبت عليه بهذه الطريقه الف مبروك النجاح. صراحة ما يساعدش الكلاصاج، يعني ماشي كيما الشيكولا، من الأحسن ديروا شوكولا. ما ساعدنيش كامل في الكتبة، مي ليسونسيال سلكتها وصاي. وبالنسبة للتزيين زينتها بشوية تاع الأناناس، يعني تزينوا كيما تحبوا نتوما، تكتبوا واش تحبوا نتوما، بطبيعة الحال كل واحد يدير واش يحب، وكانت هذه هي النتيجة النهائية أمامكم. كيما قلت لكم بالنسبة اللي ما تعرفش دير جينواز ولا يعني تكلف الجينواز شوية، تدي يعني كمية كبيرة تاع البيض و ايتو، تقدروا ديروها يعني بربع حبة تاع البيض وانتي فرحتي وليدك ولا بنتك. كانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. اللي شافت لا فيديو وعجبها ما تنساش تشترك في القناة فضلا وليس أمرا. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام.